معايا يا شباب. استنى بس الشباب شباب. كلها تدخل تاني. خرابي خرابي. خلي بالك. واحد. طب باشمهندسة سارة لحد دلوقتي تمام ولا عندك أي مشكلة؟ لا تمام. تمام. الشباب هربت ولا إيه؟ طب كمل يا باشمهندس وما الناس تخش، هم ذات نفسهم يطلبوا ان انت تعيد تاني. تمام. في باشمهندس دخل أهو. يا ريت تعرفنا بنفسك يا باشمهندس. حد يا شباب وقع منه اي حاجه؟ باشمهندس سيدة تاني. يا شباب، حد وقع منه حاجه؟ هو الباشمهندس اللي دخل أنا مش عارف أنطق اسمه الصراحة. كرمينا.
شباب اللي لسه داخل دلوقتي يا ريت يعرفنا بنفسه بعد اذنكم. باشمهندسة كرمينا وباشمهندس محمد احمد. تمام، مساء الخير. مساء النور. فين نفسك؟ أنا أشرف. ايه؟ اسمي كرمينة أشرف. اهلا وسهلا. بتدرسي ايه؟ أنا خريجة بكالوريوس نظم معلومات. امم طب ايه اللي يخليكي مهتمة بكورس فلاتر، او ايه اللي حابة تتعلمي عنه؟ حابة يكون عندي معرفة عنه، لأن أنا امم ما درستوش خلال الفترة اللي فاتت. ايوه. بس مش أكتر من كده. طيب تمام. ان شاء الله الكورس بتاعنا يديكي كل المعرفة اللي انت محتاجها. ربنا يخليك. باشمهندس محمد احمد. السلام عليكم. عليكم السلام. ازي حضرتك، عامل ايه؟ بخير الحمد لله، اخبارك؟ تمام الحمد لله. يا رب دايما. عرفنا بنفسك. انا اسمي محمد احمد حافظ، خريج معهد عالي كمبيوتر في ايوه. في مركز الكوثر، بسواق. عاش. طيب ايه اهتماماتك، او حابب تدرس ايه؟ انا شغف حضرتك مفتاحي. انا يعني كويس في شغل اللي هو الفرونت اند زي ال HTML و CSS، وحاليا شغال يعني يعني بمارس نفسي في البوتستراب. ايوه. بس يعني ربنا يكرمني واخش في حاجات يعني اقوى من كده. لسه الايام طويله، بس يعني خلاص، يعني انا فاضل بس يعني كده كلها كام يوم وراح على الجيش كده ان شاء الله. بالتوفيق. آمين. تمام. اللي دخل تاني عرفنا بنفسه. باشمهندسة يا محمود، اتفضلي. باشمهندسة آية. طب تمام، خلونا نكمل الكورس بتاعنا. برضه من إحدى مميزات الفلاتر اللي هي التستنج اند ديباجنج. عشان نتأكد إن الأبليكيشن بتاعنا شغال بشكل صحيح جدا، بنحتاج نعمل تيستنج للأبليكيشن عشان نتأكد إن كل حاجة فيه شغالة زي ما إحنا متوقعين بالظبط. ففلاتر بيدعم 3 أنواع من الاختبارات، هنتعرف عليهم كل واحد لوحده إن شاء الله وإحنا بنطبق عملي. فدي ميزة مهمة جدا، بحيث إن أنت هتشوف الأبليكيشن بتاعك عملي وتبدأ تطبق واحدة واحدة، وتشوف هل الرسمة اللي كانت في دماغك أو الهدف المعين اللي أنت كنت عامل الأبليكيشن عشانه، هل فعلا بيتعمل بشكل صحيح وبشكل سهل وسلس، ولا في مشاكل ومحتاج تعيد الأبليكيشن من أول وجديد وتعدل الكود بتاعك. فهم هيكل فلاتر مهم جدا لأي مطور عايز يستخدم فلاتر بكفاءة عالية. الطبقات ال3 بتشتغل مع بعض عشان تحقق أداء ممتاز وتجربة مستخدم كويسة على أي منصة زي ما قلنا. فهنتعمق أكتر مع بعض في كل طبقة من الطبقات اللي قلناها دي، ونعرف التفاصيل التقنية اللي بتخلي فلاتر أداة أو قوية لتطوير الأبليكيشن. حد من الشباب اللي لسه داخلة مش فاهمة حاجة أو لسه مش عارفة يعني إيه فلاتر؟ شباب. يا شباب. تمام.
باشمهندس محمد أحمد. ايوه مع حضرتك. تمام ولا في حاجة مش فاهمها؟ بص انا معاك للاخر، هي جديده عليا والله. أيوة، أنت ما دخلتش في السيشن الأولانية صح؟ دخلت بس يعني في نص السيشن كده تقريبا. طيب خليني أعيد لك كده حتة صغيرة من الأول. تمام ماشي. طيب احنا في الأول كنا عايزين نفهم إيه هو الأبليكيشن الأول. بكل بساطة وسهولة، هو برنامج أو مجموعة من البرامج متصممة علشان تأدي مهمة معينة أو أكتر من مهمة على أي جهاز إلكتروني بقى، سواء كان موبايل أو كمبيوتر أو ديسكتوب، أي جهاز إلكتروني عامة. الأبليكيشن ده بنستخدمه علشان يلبي احتياج معين عند المستخدم، زي مثلا التواصل أو الترفيه أو الإنتاجية أو التجارة الإلكترونية أو التعليم. طب ايه هي انواع الابليكيشنز دي؟ في موبايل ابليكيشنز زي الابليكيشن اللي بنستخدمها يوميا على اي موبايل، زي الواتساب والفيسبوك والانستجرام. والديسكتوب ابس زي اي برنامج بنشتغله على الكمبيوتر، زي المايكروسوفت وورد والاكسل والفوتوشوب. وفي برامج بتبقى على الويب، برامج بتشتغل على المتصفح زي الجيميل او جوجل دوكيومنتس او درايف. وفي برامج بيبقى اسمها هايبرد ابس، دي ابلكيشنز بتدمج بين تطبيقات الويب والموبايل وبتشتغل على منصات كتيرة باستخدام نفس الكود. طيب بيتميز بإيه الابلكيشن ده؟ بيتميز بسهولة الاستخدام وبيوفر تجربة مستخدم مخصصة تأدي مهمة معينة والسرعة والأداء الكويس، وإمكانية الوصول لأكتر من خدمة متعددة في جهاز واحد. وزي ما قلنا ان الابليكيشن ده بيتقسم لابليكيشنز نيتيف وكروس بلاتفورم. باختصار، النيتيف قلنا الابليكيشن بيبقى مكتوب بكود واحد بيستهدف منصة معينة، زي الاندرويد او الاي او اس. اندرويد بنستخدم له الكوتلين والاي او اس بنستخدم له السويفت. اما الكروس بلاتفورم فهي من خلال كود واحد بس بنقدر نعمل ابليكيشن يشتغل على الاي او اس وعلى الايفون، مش محتاجين نعمل كود لكل منصة لوحدها. تمام لحد كده يا باشمهندس محمد؟ تمام يا باشا. تمام. في حد تاني مش فاهم أي حاجة؟ تمام. وفلاتر زي ما قلنا هو أداة مفتوحة المصدر من جوجل، بتمكننا إن إحنا نبني أبليكيشنز نيتيف متجمعة بشكل أصلي لأكتر من منصة باستخدام كود واحد بس. إن بدل ما نكتب كود منفصل لكل نظام، بنكتب الكود مرة واحدة ونشغله على أكتر من منصة. هو فلاتر بيديك قدرة على تطوير الابليكيشن الاي او اس والاندرويد زي ما قلنا بكود واحد، وده هيوفر لك وقت ومجهود كبير، وكمان هيوفر عليك تكلفة مادية لان انت مش محتاج تجيب فريقين مختلفين، فريق للاي او اس وفريق للاندرويد. هو بيكون شخص واحد بس بيعمل الابليكيشن للمنصتين. وفلاتر بيقدم مجموعة تولز، واجهة مستخدم بتساعدنا نبني يو اي جذابة ومتجاوبة بكل سهولة وسلاسة. طيب ايه هي اهم ميزات فلاتر؟ أهم ميزة في فلاتر واللي كل المبرمجين مبسوطين إن الميزة دي أصلا موجودة، حاجة اسمها الهوت ريلود، اللي بتسمح لنا نشوف التغييرات اللي بنعملها في الكود بشكل فوري على الابليكيشن. يعني أنت مش محتاج تعمل ران للابليكيشن من أول لآخر، هو مجرد ما بتعدل في الكود بيظهر لك ده بشكل لحظي على الابليكيشن على الايميليتور. عشان نستخدم فلاتر هنحمل ال SDK بتاعه، وبنشتغل على برنامج زي الاندرويد ستوديو او الفيجوال ستوديو. وان شاء الله ده عاملين له سيشن لوحده هنحملها من الاول للاخر، عشان لو حد ما بيعرفش ازاي يحمله او شايف صعوبة في التحميل، فاحنا عاملين ليه سيشن مخصصة بالكامل من A to Z. ولو قابلك اي مشكلة هكون موجود معاك على الواتساب وهخش احلها معاك. وزي ما قلنا إن دارت هي اللغة اللي بنستخدمها لكتابة الأبليكيشنز في فلاتر. ودارت هي لغة أوبجكت أورينتد، وهنفهم يعني إيه قدام، لأن إحنا هنشرح دارت بالتفصيل. لأن إحنا زي ما قلنا هنشرح كل حاجة من الأول للآخر، حتى لو كنت لسه ما تعرفش أي حاجة. فدي الميزة في الكورس بتاعنا، إن أنت أيا كان خبرتك إيه أو أيا كان
مفهومك عن المجال ده، فاحنا كده كده هنشرحه من الأول للآخر وهتفهم معانا بالتفصيل. والويدجتس زي ما قلنا إن كل حاجة بنشوفها على شاشة الأبليكيشن في فلاتر هي ويدجت، من النصوص للصور للزراير، كل ده بيتبني باستخدام حاجة اسمها الويدجت. وفلاتر بيوفر ويدجت تخطيط زي الكولوم اللي بيرتب الروجات بشكل عمودي من فوق لتحت، أو الرو اللي بيرتبهم بشكل أفقي من اليمين للشمال. وكل ده هنستخدمه بالتفصيل مع بعض في الابليكيشنز اللي هنطبقها عملي مع بعض. اما الستيت مانجمنت في فلاتر بتشيل الطريقه اللي بنتعامل بيها مع الداتا اللي بتتغير في الابليكيشن. يعني مثلا عندنا حاجه اسمها الستيتلس والستيت. طب ايه هي الستيتلس مانجمنت دي؟ بت يعني بيكون زرار ما بيتغيرش، هو stateless غير قابل للتغيير. اما الستيتفول بنستخدمه لما بيكون عندنا زرار لما بندوس عليه بيظهر لنا حاجة تانية قابل للتغيير. يعني مثلا لو عندنا عداد بيزيد كل ما نضغط على الزرار، الحالة دي فيها قيمة العداد اللي بتتغير. ففلاتر بيقدم الطريقة دي لإدارة الحالة اللي هي الستيتفول مانجمنت. تمام كده يا باشمهندسين؟ شباب، تمام، بس هو انا عندي سؤال. اتفضل. هو دلوقتي وانا بعمل التطبيق مثلا، بعمله على الويندوز. لو عايز اشغله دلوقتي على الموبايل بعد ما خلصت مثلا، او على الايباد او كده، آه، يعني بالنسبه للاي او اس، لازم ايوه احطه على الاب ستور الاول وانزله، ولا يعني؟ بالظبط، هو احنا بعد ما نخلص الابليكيشن بنحوله الملف بصيغه معينه اسمها AAB. تمام. او الاندرويد بتبقى الاي بي كي، عارف لما بتحمل الملف في الاندرويد عادي بره الجوجل بلاي اه، مش بيتحمل كاي بي بيبقى اي كي. بي سي. بالظبط. اه. فاحنا بنحول البروجكت بتاعنا للفايل ده، والفايل ده انت اه، بتاخده بتقدر تحمله على الابليكيشن عندك. وفي نفس الوقت لو انت عايز ترفع الابليكيشن ده على جوجل بلاي، فنعمل اكونت على جوجل بلاي وبنبدأ نرفع للشركة ونقدم لهم الابليكيشن ده، وهم بيبدأوا يراجعوا الطلب ويوافقوا هل ينزلوا الابليكيشن عندهم على الجوجل بلاي ولا لا. وكل ده برضو هنشرحه بالتفصيل قدام مع البروجيكتس اللي احنا هنعملها، ان هنحولهم شاء الله. وهنبدأ نرفعهم على جوجل بلاي ان شاء الله والاي او اس. ان شاء فدي الله. حاجة سهلة جدا مش صعبة. تمام. تمام، اي سؤال تاني؟ شكرا لحضرتك. ربنا يجزاك علما. الله يخليك. طيب. ممكن واحد يجي يقول لي مثلا هل الفلاتر في مصر مجزي او مثلا مطلوب؟ اه طبعا، فلاتر في مصر بقى مجال واعد ومجزي بشكل كبير، وده لعدة اسباب. ان الشركات بقت بتعتمد على الابليكيشنز بشكل اساسي للتواصل مع الكاستمرز بتوعهم وتقديم الخدمات بتاعتها، وده خلق طلب كبير على مطوري الابليكيشنز وخاصة اللي بيشتغلوا بفلاتر، لانه بيوفر تطوير ابليكيشنز للاي او اس والاندرويد بكود واحد زي ما قلنا، وبيوفر لنا في التكلفة والوقت. فلاتر بيقلل التكلفة على الشركات لأنه مش محتاج مطورين مختلفين لكل نظام، وده بيقلل عدد المطورين المطلوبين عامة وبيزيد الطلب على مطوري فلاتر. وفي سوق العمل المصري مطوري فلاتر المحترفين بياخدوا مرتبات ممتازة جدا، سواء كانوا شغالين فريلانس أو ضمن فريق في شركة. ومتوسط الرواتب بيكون مجزي جدا مقارنة بتكاليف التطوير مثلا بلغة زي السويفت والكوتلين. ومجال الفلاتر في الفريلانس كبير جدا وتقدر تكسب منه يعني أكتر يعني بالدولارز. تقدر تاخد أي بروجكت وتستخدمه ويجي لك أكتر من مشروع، وهيبقى مجزي جدا عكس ما تكون شغال في شركة. فكفريلانس هيبقى ممتاز جدا. وكورس الفريلانس بيقدمه باشمهندس مصطفى نصر، وأنا شخصيا كنت واخده معاه واستفدت منه كتير جدا. ولسه جديد في مجال الفريلانس ولسه ببدأ أشتغل فيه خطوة بخطوة. وفعلا بدأت إن أنا آخد منه أول بروجكت من فلاتر وشغال عليه حاليا. طيب،
ليه محتاجين نتعلم فلاتر؟ زي ما قلنا، بعيدا عن ان هو بتكتب الكود مرة واحدة وبتشغله على الاندرويد والاي او اس بدون ما تضطر تتعلم لغتين، فلو انت مبتدئ في البرمجة او حتى عندك خلفية بسيطة، فلاتر بيكون من اسهل الادوات اللي ممكن تبدأ بيها، خاصة مع لغة الدارت اللي سهلة في الاستخدام. يعني تقدر توصل لنتائج ملموسة بسرعة جدا. عشان كده قلت لكم، حتى لو انت كان عندك خلفية بسيطة او حتى ما عندكش اي خلفية، فالموضوع هيكون سهل جدا ليك، وهتتعلم بكل سهولة ومش هتواجه اي صعوبة فيه. طيب، لو مثلا شخص صاحب شركة بيدير مشروع، فلاتر بيوفر عليه تكلفة تطوير الابليكيشن لكل منصة. ده معناه ان انت ممكن تطور فكرتك بسرعة وبنص التكلفة اللي كانت مطلوبة قبل كده. يعني اي فكرة موجودة في دماغك، اي حاجة، اي مهمة عايز تعملها، تقدر تطبقها بشكل عملي على ابليكيشن يؤدي لك المهمة اللي انت محتاجها دي. وسوق العمل حاليا في طلب كبير على مطورين فلاتر. يعني بمجرد ما تتعلم وهتكتسب الخبرة، هتلاقي فرص شغل كتيرة جدا، سواء كنت عايز تشتغل في شركة أو كفريلانس. وزي ما قلت لك، أنا لسه جديد في مجال الفريلانس وجالي أول بروجكت لفلاتر بكل سهولة. ما احتجتش إن أنا ما عانيتش أو واجهت صعوبة في إن أنا ألاقي كلاينت وإن أنا أعمل له البروجكت اللي هو عايزه. لا، هتلاقي ناس كتيرة جدا محتاجاك كمبرمج فلاتر. وفلاتر ليه مجتمع كبير ومليء بالمصادر المجانية والدروس، وده بيساعدك إن أنت تتعلم وتطور مهارتك بسرعة. أي مشكلة هتواجهك أي مشكلة هتواجهك هتلاقي حلول بسرعة من المجتمع ده أو حتى الموارد المتاحة ليك. لأن هتلاقي جروبات كتيرة جدا على الواتساب أو السوشيال ميديا عامة، كلهم متعاونين جدا وفاهمين كويس أوي فلاتر، من أول عمالقة المجال لحد المبتدئين اللي لسه بيتعلموا، وكلهم بيساعدوا بعض ومتعاونين جدا. فلو واجهتك أي مشكلة أو أي حاجة أنت مش فاهمها، أو مثلا في تول جديدة لسه نازلة، فبنقعد نتناقش مع بعض ونفهمها واحدة واحدة ونطبق مع بعض. فالمجتمع متعاون جدا وسهل وسلس. وزي ما قلنا إن جوجل بتدعم فلاتر بقوة، وده بيدي إشارات واضحة إن التقنية دي ليها مستقبل طويل. تعلم حاجة جديدة مدعومة من شركة كبيرة بيضمن لك استمرارية الطلب على المهارة دي لفترة طويلة. يعني ما عندكش قلق إن المهارة دي ممكن تيجي تنتهي قدام أو تيجي عليها فترة وتقف. مستحيل أكيد، إنها مدعومة من شركة ضخمة زي ما قلنا جوجل، فهيفضل عليها دعم كبير جدا واستمرارية لمدى طويل جدا. ولو بتحب التصاميم أو الإبداع، ففلاتر بيسمح لك تصمم واجهة مستخدم جذابة ومبتكرة بكل سهولة من خلال عناصر بسيطة. الأدوات المتاحة بتخليك تبني أي حاجة بتخطر على بالك. أي فكرة أنت عايز تطبقها بشكل عملي على applications هتقدر تنفذها باستخدام فلاتر. وبما إن فلاتر لسه تكنولوجيا حديثة نسبيا، فعدد المحترفين مش ضخم زي باقي التقنيات، وده بيخليك في مكانة تنافسية وتقدر تلاقي فرص عمل أسرع ورواتب أفضل. فدي ميزة ليك. وفلاتر مش بس هيساعدك تشتغل في مجال الابليكيشن، هو كمان هيفتح لك فرص جديدة سواء على المستوى الشخصي أو الاحترافي. عشان تتعلمه دلوقتي يعتبر خطوة مهمة تضمن لك مستقبل واعد جدا في مجال التكنولوجيا، وهتفتح لك فرص شغل كبيرة جدا، وتبدأ تكسب أول دولار من الشغلانة دي. وزي ما قلنا هنا، إن في ابلكيشنز على أرض الواقع استخدمت فلاتر فعلا وشغاله بيه لحد دلوقتي. يعني هو مش مجرد فريم وورك لتطوير الابليكيشنز، لا، فلاتر بيثبت نفسه في السوق كل يوم، وكتير من الشركات العالميه والمحليه بدات تستخدمه. زي جوجل ادز، كلنا كده عارفينها، بيتعامل مع ملايين المستخدمين بشكل يومي. الابليكيشن ده اتبنى باستخدام فلاتر عشان يدي اداء سلس وسريع، مع تصميم يقدر يجذب المستخدمين. ومثلا منصة زي منصة علي بابا، دي منصة إلكترونية عالمية كلنا عارفينها، استخدمت فلاتر في بعض الابليكيشنز، وده بيأكد إن حتى الشركات الكبيرة بتعتمد عليه عشان تطور ابليكيشنز بمستوى عالي وبسرعة. برضو الشركة العالمية بي ام دبليو اللي كلنا عارفينها، استخدمت فلاتر عشان تبني تجربة مستخدم ممتازة في تطبيقاتها، سواء كان اليوزر بيحجز صيانة لعربيته، أو بيشوف أحدث العروض الموجودة في الشركة، أو حابب يستفسر عن عربية معينة جوه الشركة، أو يستخدم خدمة الشركة بتقدمها من خلال الابليكيشن بتاعه.
فهو قادر يدير الابليكيشنز دي بكفاءة عالية جدا. والسوق بيتجه ناحية الابليكيشن المتكاملة والسريعة، وفلاتر هو الحل الأمثل للشركات اللي عايزة تطور الابليكيشن بتاعها بأقل تكلفة وأعلى جودة. وتعلم فلاتر ممكن يفتح لك فرص كتيرة سواء في مصر أو في أي مكان في العالم، لأن الطلب على المهارة دي بيزيد بشكل مستمر. في النهاية مش بس أداة فلاتر مش بس أداة تطوير الابليكيشنز، هو فرصة حقيقية لأي حد عايز يدخل عالم البرمجة أو يحسن مهاراته. لو مهتم تبدأ الرحلة دي، كورس فلاتر هيديك كل الأساسيات اللي أنت محتاجها، ومع شوية مجهود هتقدر تطور الابليكيشن وتفتح لنفسك أبواب جديدة في السوق. ودي رود ماب بسيطة بتعرفكم إيه اللي إحنا هنعمله في الكورس بتاعنا. زي ما قلنا إن إحنا هنبدأ بلغة دارت اللي هي مستخدمة لبناء فلاتر، وهنشرح كل حاجة فيها من A to Z variables والcomments والdata types operations وكل حاجة خاصة بالدارت. والobject oriented programming زي ما قلنا البرمجة الشيئية. والasync programming، ايه هي الاسync programming دي يا باشمهندس؟ هو اسلوب برمجي بيتيح تنفيذ اكتر من مهمة في وقت واحد بدون ان انت تنتظر ان انت المهمة اللي قبلها تكتمل. لا، ده بيكون مفيد جدا في الابليكيشنز اللي بتتعامل مع عمليات بطيئة او طويلة، زي استرجاع البيانات من شبكة الإنترنت أو التعامل مع ملفات كبيرة. في الأبليكيشنز العادية، لو كان عندك مهمة بطيئة زي تحميل ملف، أو التطبيق كله هيقف مستني المهمة دي تخلص قبل ما يكمل أي حاجة تانية. لكن في البرمجة المتزامنة التطبيق بيقدر يكمل تنفيذ باقي المهمة بشكل عادي لحد ما المهمة البطيئة تخلص. في البرمجة الغير متزامنة، بدل ما الأبليكيشن يوقف ينتظر استكمال المهمة دي، يقدر يبدأ المهمة البطيئة زي مثلا تحميل البيانات يكمل باقي العمليات اللي موجودة عنده من غير ما يستنى، وبيرجع للمهمة البطيئة لما تخلص عشان يشتغل على النتيجة أو ينفذ اللي بعد كده. تمام لحد كده يا شباب؟ تمام يا مهندس كمل. تمام، حد عنده أي استفسار؟ تمام. في النهاية حابب أشكر كل واحد فيكم على حضوره واهتمامه. أتمنى تكونوا استفدتوا وتعرفتوا على قوة وإمكانيات فلاتر في تطوير التطبيقات، سواء كنت مطور أو مبتدئ أو محترف. وتعلم فلاتر هيكون استثمار حقيقي لمستقبلك وفرصة لفتح أبواب جديدة في سوق العمل. لو عندكم أي أسئلة أو حابين تعرفوا أكتر عن الكورس أو محتاجين مساعدة، أنا موجود للإجابة عن أي استفسار ليكم. شباب، طب يا جماعة بعد إذنكم هناخد بس بريك دقيقتين على ما باشمهندس مصطفى نصر يخش عشان يعرفكم بس نبذة عن شركة اس تي واي. اللي عايز يقوم يجيب حاجة يقوم يتفضل يعني ويرجع بعد دقيقتين. طب ثواني بس يا شباب، معايا؟ الشباب باشمهندس موجود دلوقتي، اتفضلوا. طيب السلام عليكم. السلام عليكم، الصوت واضح يا شباب؟ وعليكم السلام ورحمة الله واضح يا وبركاته. باشمهندس. تمام. طبعا بشكر الباشمهندس مصطفى ابو العنين، بصراحه كان حاجه جامده جدا جدا جدا. حقيقي انا كنت مبسوط، انا كنت حاضر من خلال ايميل باشمهندس مدثر. بجد كانت حاجه فوق العظمه. يعني فعلا حضرتك يا باشمهندس تستحق فعلا لقب اقوى فلاتر في مصر. باذن الله الله يخليك يا هنشوف من حضرتك كورس باشمهندس. ممتاز. الله يكرمك، الله يكرمك يا رب. الله باذن الله يخليك. نشوف حاجه ممتازه. طيب انا استاذنك تدخل على الصفحه الخاصه بالغلاف الاس تي واي، ولا أوكي. حضرتك مش هتحطها في باوربوينت؟ لا، معايا طبعا، ازاي؟ دي المنصة بتاعتنا. الله يكرمك، الله يكرمك شركتي يا بقول لك، باشمهندس. شركتي. يا باشا طبعا طبعا شركتك طبعا. طبعا. طيب اول بنفسي، انا باشمهندس مصطفى محمد، فاوندر استواء اي تي.
طبعا اتشرفنا النهارده مع باشمهندس مصطفى ابو العنين بايفنت فلاتر، واتشرفنا الاسبوع اللي فات بايفنت النتورك، وباذن الله مستمرين بايفنت الكورسات الخاصه بينا. استاذنك انزل الغلاف يا باشمهندس مصطفى. اوكي. فكره المنصه الخاصه بينا يا شباب هو ان احنا بندعم الطالب من الصفر، بمعنى اوضح بنساعدك ان انت تبدا تشتغل وتتعامل مع فكره الكيان اللي تسمح لك انك توصل لسوق العمل من الصفر. انت طالب في حاسبات، انت طالب غير حاسبات، انت طالب في هندسه، طالب غير هندسه، احنا هدفنا ان احنا نساعدك ونسعى اليك علشان تقدر توصل لافضل كيان وافضل استهداف ليك. بس انا يا باشمهندس مش عارف اصلا هدفي ايه، مش عارف طريقي ايه. هو ده هدف الايفنتات الحاليه، وان شاء الله في كل مجال هتبدا ان انت تسمع ايفنت اللي يساعدك ويسمح لك، ومن بعده تبدا تختار المجال اللي هيناسبك. لان ببساطه شديده من المجالات اللي انت هتختارها هو ده الطريق اللي احنا هنوصلك اليه. الكورسات بتاعتنا مش زي كورسات المنصات الاخرى، وانما هدفها التوظيف اولا. فكره ان انت طالب ايا كان كيانك ايا كان مكنونك، ما ينفعش ان انت لسه ما اشتغلتش. احنا دلوقتي في العالم الرقمي الجديد لازم كل طالب يكون عنده مهاره، كل مهاره بتسعى ان انت تبدا توصل للدولار، سواء بقى برمجيه او غير برمجيه، سواء الحاجه اللي انت بتشتغل عليها او بتتعاملوا معاها كاناليسز، لازم تبدا ان انت تكون واصل لها وبشكل احترافي. وهو ده اللي بنوفره في اس تي واي. طيب ايه يا باشمهندس فكرتنا؟ قال لك الفاليو بتاعتنا ان احنا نكون من الاخر مريحين الطالب ومريحين المدرب اللي احنا بنشتغل معاه. طب ازاي يعني يا باشمهندس؟ معلش يعني بعيدا عن المدرب، باشمهندس مصطفى ابو العينين عينيه لينا. طب الطالب بقى هيستفيد ايه؟ قال لك انا بالنسبه لي، وده ممكن الطلبه نفسهم يتكلموا معايا، انا مشكلتي كطالب ان انا دايما بحجز واستنى فتره لغايه اما يجمعوا العدد، واستنى فتره لغايه اما يقولوا لي يلا هنبدا المحاضره. ويا ريت لما بيبداوا المحاضره بيحضروها في مواعيد معينه عجباني. لا، مره ممكن يبقى عندي مشكله، مره ممكن الميعاد يناسبني ومره لا، ممكن مشكله. طب يا باشمهندس هي مسجله، الاقي المدرب مش متابعني ويقول لي بس اسمع المحاضره وان شاء الله ربنا هيوفقك وتفهم لوحدك. واحده واحده بزهق بالكورس وما بفهمش. ده غير ان هو بيجي في اخر سيشن يقول لي ان شاء الله بربنا يوفقك وفي خريطه اهي، يلا اشتغل لوحدك وحاول انك تتعامل معاها. كل دي عيوب احنا ان شاء الله يعني خلصنا منها ووفرنا مميزاتها في اس تي واي. فانت بتقدر تبدا المحاضره على طول من بعد الاشتراك مباشره، فانت بتقدر تتعامل مع المدرب على جروب واتساب منفصل، بتقدر ان انت تتعاون معاه في كل مشكله من المشاكل. فانت بتلاقي الكورس موجود وبتحدد المواعيد الخاصه بيك بالساعه الخاصه بيك، فبالتالي انت مش منتظر حد، بل بالعكس المدرب بيكون هو محدد معاك الميعاد. والله مثلا انا مختار اثنين وخميس الساعه 10 بالليل، ده مناسبني، انا طالب مش مناسبني غير الاثنين دول. بيبدا المدرب يظبط وقته على ان معاه اثنين وخميس من 10 ل 11 ونص في طالب شغال على الكورس بتاعه، بتخش تلاقي الكورس مسجل على المنصه ويبدا ان هو يتعامل معاك عملي. يعني الاجزاء النظريه والعمليه موجوده، لكن اذا وقفت معاك حاجه هو بيقدر يدخل معاك ميتنج زوم، ميتنج جوجل ميت، بيبدا ان هو يتعامل معاك لانك انت زي ما بيقولوا كده مسجل الساعه ونص دي لايف. هو بيبقى مستعد ومستنيك، مفيش اي مشكله خالص. اتمنى الناس كلها استفادت النهارده. الله يكرمكم جميعا. اتمنى ان الناس تكون استفادت طبعا مع باشمهندس مصطفى في ايفنت الفلاتر، وان شاء الله انتظرونا في الاسبوع القادم لايفنت اقوى. وباذن الله اتمنى ان الناس تخش على لينك اس تي واي اي تي، مجرد تكتب على فيسبوك كده اس تي واي مسطره اي تي، هم 5 حروف ببساطه شديده. هتخش هتلاقي اول بوست بيكلمك ايه هو الايفنت اللي انت مترقبه. اكتر لينك واكتر ايفنت انت عايزه، نتورك، سكيورتي، فريلانس، ايا كان الايفنت اللي انت عايزه ان شاء الله هنوفره المره القادمه علشان تكون مستوعب متحمس مستعد باذن الله. اشوفكم جميعا خير في الايفنت القادم. بشكرك مره اخرى يا باشمهندس مصطفى، وان شاء الله طبعا القاك على خير. ان شاء الله يا باشمهندس، شكرا جدا ليك. طب نقول سؤال الجايزة. اتفضل طبعا. طيب، السؤال بتاعنا ايه هي الميزة الأساسية في فلاتر اللي بتتيح للمطورين رؤية التغييرات في الكود بشكل فوري أثناء تطوير الابليكيشن؟ اللي يعرف الإجابة يريز هاند. شباب. يا باشمهندس بتريس هاند وبتشيلها تاني، فتقريبا عايزين ايه يتاكدوا. السؤال؟ ما سمعوش السؤال. طيب السؤال تاني.
ايه هي الميزة الأساسية في فلاتر اللي بتتيح للمطور ان هو يشوف التغييرات في الكود بشكل فوري اثناء تطوير الابليكيشن؟ طب احنا هنقول حاجه افضل بعد اذنك طبعا يا باشمهندس مصطفى. اتفضل يا باشمهندس. برضو تقدر انك انت تبعت الاجابه على الكومنتات. تمام. امم وان شاء الله اكبر كومنت هو اللي هيكسب معانا الجايزه. بنديهم فرصه ان هم يروحوا على جوجل، ها؟ ماشي. علشان اكتر حد يا جماعه هيكتب الكومنت صح ان شاء الله هو اللي هيكسب معانا الجايزه باذن الله، خصم $10 او كوبون $10 على منصه اس تي واي اي تي باذن الله. حد جاوب؟ حد عنده صار للباشمهندس مصطفى؟ الهوت ريلود. مين اللي قال؟ في حد محمد ايمن. بيحاول يكتب باشمهندس محمد باشمهندس أيمن. مصطفى؟ ايوه، الإجابة هوت ريلود. إجابة صح. مبروك على الباشمهندس محمد، كوبون $10. ما شاء الله، عاش عاش جدا يا عايش. باشمهندس محمد. اي نعم، لحق الكوبون كله بس عاش جدا جدا. معكش كوبون تاني؟ انا ان شاء الله الايفنت القادم. معكش يلا كوبون غيره؟ اشوفكم باذن الله وتصبحوا على خير جميعا. أتمنى إن أنتوا كلكم تكونوا استفدتوا وإنها تكون سيشن لذيذة عليكم. معلش انا اسف يا باشمهندس مصطفى على المقاطعه. باشمهندس لا، محمد يا ريت تكتب صفحة عندنا في اس تي واي اي تي علشان تقدر تاخد الكود الخاص بالكوبون ال $10. تمام، حاضر ان شاء الله. تمام، اتفضل هو يا لو باشمهندس. سمحت الريكورد بتاع الايفنت هيكون موجود فين؟ ان شاء الله النهارده بالليل هيترفع على اليوتيوب اس تي واي اي تي. برضه مجرد انك تكتب على اليوتيوب اس تي واي مسطره اي تي بنظهر لك اول حاجه، برضه اول حاجه في القناه تمام ان شاء الله. باذن الله. السلام عليكم. وعليكم السلام. بشكرك جدا جدا على اللقاء الرائع ده يا باشمهندس مصطفى، وان شاء الله اتمنى اشوفك في لقاءات اخرى باذن الله. إن شاء الله يا باشمهندس. شكرا جدا.